حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى سندوتشات حواوشي، احلى وانضف من بره مليون مره. مش بس كده، من نص كيلو لحمه تطلع معانا اكتر من 10 سندوتشات تطلع معانا بالجمال والحلاوه دي. السندوتشات كده طريه مش ناشفه معانا، واخده تسويه حلوه جدا. ومش بس كده، هنعمل مع بعض احلى سلطه حاتي تقدم معاها وتبقى معانا بالجمال والحلاوه دي. يلا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول. بس لو لسه اول مره تتابعيني، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. معايا بقى الخضار بتاعي عباره عن فلفل رومي، ومعايا فلفل حار، ومعايا هنا بصلتين كبار. هضيف ده كله بقى في الكبه بتاعتي وافرمهم مع بعض. في ناس بتضيف على نص كيلو لحمه نص كيلو بصل، فانا بصراحه بحس ان الكميه كده كبيره قوي من البصل، فهم بصلتين كبار حلوين كده على نص كيلو لحمه مع بقيه الخضار هيبقى كده كويس قوي عشان نحس كمان بطعم اللحمه معانا. هفرم ده كله كده مع بعضه، بس بلاش نفرم الخضار زياده عن اللزوم عشان ما ينزلش الميه بتاعته. هضيف بقى الخضار بتاعي على اللحمه بتاعتي. معايا هنا نص كيلو من اللحمه، وهسيب كده معلقه على جنب من الخضار. هقول لك هنعمل بها ايه دلوقتي. معايا هنا البهارات بتاعتي، معلقه كبيره من بهارات الحواوشي، ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره كده من الشطه، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه. واقلب ده كله بقى مع بعض، وهعجن كده بقى الحواوشي دي العجينه بتاعت اللحمه مع الخضار كويس جدا لغايه ما كل ده يدخل مع بعضه. وبكده يكون الحواوشي بتاعتنا تكون جاهزه معانا. هنجهز بقى العيش بتاعنا. طبعا العيش فيه نوعين، في عيش ابيض زي ده، وفي عيش اللي هو الاسمر. انا اللي جاب لي عيش ابيض المره دي. فلو انت متوفر عندك الاسمر برضو بيبقى حلو جدا في الحواوشي، لو متوفر الابيض مفيش اي مشكله، ده حلو وده حلو. هنبدا بقى نحشي السندوتشات بتاعتنا بالشكل ده. تفردي كده اللحمه في السندوتشات. انا هحشي بقى كل الكميه اللي معايا بالشكل ده. وعايزه اقول لك طبعا ان ده احلى وانضف مليون مره باللي بنشتريه من بره. كفايه ان انت ضامنه اللحمه، ضامنه الخضار اللي انت حطاه، كل حاجه انت بايدك انت اللي حطاها. فما فيش نظافه ولا حلاوه احسن من كده. فاكيد بعد الفيديو ده اكيد مستحيل نشتريه من بره تاني. انا هكمل بقى حشو كل السندوتشات اللي معايا تبقى معايا كلها بالشكل ده. هجهز بقى الصاج بتاعي اللي هرص فيه السندوتشات بتاعتي. هدهنه كويس جدا بالزيت. طب لو انت بقى عايزه تعيني السندوتشات دي في الفريزر لاي ظرف او اي طرقه زي ما هي كده، بقوم رايحه حاطاها في كيس نايلون بتاع التلاجة، وبغلفها كويس جدا وبدخلها الفريزر. ولما باجي اسخنها بسيبها بس تفك من السقعيه وادخلها الفرن، وتطلع معانا احلى سندوتشات بجد، بتبقى حلوه جدا لان اللحمه كمان بتكون اتشربت كده من التتبيله بتاعتها، وبتبقى معانا ممتازه. هدهن بقى الصاج بتاعي بالزيت كويس جدا، والسندوتشات بتاعتي هدهنها من تحت ومن فوق كده بالزيت، وادخلها الفرن في الرف الاوسط. بدخلها كده على درجة حرارة 200. بدخله بقى الفرن، بياخد لون كده من تحت وتسويته من تحت، بقوم رايحه قلباه على الناحيه التانية. وده بيكون شكله وهو في الفرن، هوريه لكم برده دلوقتي معانا. ده كده كنت قلبته على الناحيه التانية. في الوقت بقى اللي هو في الفرن ده، تعالوا نجهز مع بعض احلى سلطه حياتي. معايا هنا بقى مكعبات من الطماطم ومكعبات كده من الخيار. معايا هنا بشر وجزرايه. معايا هنا معلقه الخضار اللي كنا فرمينها في الكبه كده بتاعه الحواوشي اللي هي الفلفل والبصل. عايزه اقول لك بتدي طعم حلو جدا لتتبيله سلطه الحاتي. هضيف هنا بقى معايا عصير ليمونتين كبار، ومعايا معلقه كبيره كده من الخل. واضيف بقى البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن ملح وفلفل كمون كزبره، معلقه صغيره كده من الشطه. واضيف هنا مكعبات من التلج بيحافظ على الخضار بتاعي لاكبر وقت، يفضل كده محتفظ بيفضل طازه معانا، ما يتبلش معانا بسرعه.